مرحبا بكم معنا في هذا المؤجل الخاص بالجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز هنا في حضرة نادي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. هنا قبل أيام قليلة كان التعادل المثير بين مانشستر سيتي ونادي تشيلسي. الطموحات كانت أكبر. ماذا سيفعل هولاند؟ التسديدة والتصدي بعد ذلك للحارس فليكن. أول إنذار يرسل بعد ذلك ناحية لاعب رودرياك. الدفاع بهذه الطريقة وصلت نادي مانشستر سيتي مقابل 7 في المهارة. بوب يحاول يدخل، بوب الفاريز تأخر ومقوصة التسديدة وأول اختبار صعب لدفاع نادي برينفورد. هو الذي سيلعب هذا الدور. تسديدة من فودن يسدد ولكن سال في متناول لاعب ياران 36 هدف في الدوري. هذه الكرة بدون مشاكل لحارس. ولا زالت صعبة لكن في نهاية المطاف روبن دياش وستونز هنا مع ووكر العرضي بين فودن سيكون عنده دور كبير. اتلتيكو مدريد اعتبر واحد من النهائي. إمكانية جول إيدرسون أمام توني. لعبة قصيرة. ماذا يفعل توني مرة ثانية. جرأة كبيرة يظهر نادي برينفورد في هذه الجولة الأولى. هذه كرة صعبة ولكن الدفاع في الإبعاد إلى الركنية. طريقة الإبعاد سيئة جدا وكان ممكن أن تتسبب في هولاند وتسديدة ومرة أخرى يا ألفاريز بعيدة تماما. ثاني تسديدة غير مركزة منك يا حارس فليكن. روعة ديال المتابعة منك يا هالاند. هل رأيتم هذه الوضعية وهذه الطريقة في التعامل مع رفع الكرة داخل منطقة الجزاء وهذه كرة ووكر جول يا برناردو ماذا ضيعت يا برناردو في كرة أسهل من هذه الأرضية. روسليف الراسية إيدرسون لوقت طويل. هالاند جول ظهر السفاح واخيرا ظهر الجلاد واخيرا. الجول يدور بعد طول انتظار.